بص من الاخر يا ابو الصحاب، حلقه النهارده لازم تعمل لايك وتدخل على القناه، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، لان حلقه النهارده مهمه جدا لكل اهلاوي. بما ان كل الاهلاويه قلقانين وخايفين ان النادي الاهلي لحد دلوقتي لسه ما اعلنش عن المهاجم الجديد، وفي اخبار، وانا برضه عملت فيديو قلت النادي الاهلي خلال ايام يعني يومين او ثلاثه النادي الاهلي هيعلن عن المهاجم الجديد اللي اتعاقد معاه، والنادي الاهلي لسه ما اعلنش عن المهاجم اللي اتعاقد معاه. وهل النادي الاهلي اتعاقد مع سوزا او بديل لسوزا؟ والنهارده في اخبار نزلت بتقول من يوم والنهارده موسى ماريجا لاعب الهلال السعودي بعد ما اصبح حر النادي الاهلي عايز يتعاقد معاه، واقرب نادي للتعاقد مع موسى هو النادي الاهلي. طيب نصدق الاخبار او نصدق النادي الاهلي؟ كان ملف سوزا وقلنا سوزا هو الاقرب للنادي الاهلي من اي وقت مضى، دي الاخبار اللي كانت بتقول، ونيجي فجاه نصبح على خبر موسى ماريجا لاعب الهلال السعودي على طاوله النادي الاهلي، وقريب جدا النادي الاهلي هيتعاقد معاه. طيب هل سوزا هنعمل معاه ايه؟ او هل ماريجا لاعب الاتحاد هيجي؟ فمش عارفين هنصدق مين. خلينا مع الاخبار على طول وحلقه النهارده، وهنتكلم عن ملف المهاجم للنادي الاهلي، ومين مهاجم النادي الاهلي اللي النادي الاهلي هيتعاقد معاه، وليه صفقه المهاجم سوزا تعثرت مع النادي الاهلي، وهل في بديل زي ما بيقولوا لاعب في الدوري الاوروبي مع النادي الاهلي تعاقد معاه بديل سوزا، ولا هل موسى ماريجا هو اللي هيكون مهاجم النادي الاهلي؟ هنقول لكم في حلقه النهارده. معكم حسن نور، دي قناه على اليوتيوب، فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واخبطوا لايك للفيديو، كملوا معايا الفيديو للنهايه، ويا ريت تصلوا على النبي. المهاجم نادي الاهلي، اولا بعد انتهاء دوري ابطال افريقيا قلنا الحاجه الوحيده اللي النادي الاهلي لازم يركز عليها ويشتغل عليها هو ملف المهاجم النادي الاهلي، عشان نشوف النادي الاهلي كلها كامله ما عدا الا مركز المهاجم للنادي الاهلي مفروش الا كهربا ومحمد شريف. بما ان شفنا المرار الطافح في دوري ابطال افريقيا والفرص اللي ضايعه، واللي سجل لنا هدف الفوز على الوداد هو محمد عبد المنعم، فيعني احنا محتاجين كده نشوف للنادي الاهلي مهاجم سوبر في كاس العالم للانديه، عشان نكون مطمئنين ان احنا هنلعب كاس عالم وهنقدر نسجل اهداف من انصاف الفرص، والنادي الاهلي يكون في الحته الهجوميه شكله حلو جدا لما يكون معاه مهاجم بمواصفات اوروبيه او مهاجم افريقي عنده امكانيات عاليه وبيجيب ضربات الراس والتسديد والشغل العالي ده كله. فقلنا يا مسهل يا رب النادي الاهلي لازم يركز على المهاجم اولا. جينا نبص لقينا النادي الاهلي عمل صفقه رضا سليم في خط الوسط والجناح، وقال لك ده بيلعب كمان مهاجم، لكن ما نضحكش على بعض، رضا سليم ما ينفعش مهاجم للنادي الاهلي يلعب جناح ماشي. وشفنا صفقه امام عاشور بعد رحيل حمدي فتحي الى الوكره القطري. طيب يا جماعه فين المهاجم؟ قال لك النادي الاهلي بيتعاقد مع سوزا، وفي كلام على سوزا. سوزا ده بيلعب في فريق في كوريا الجنوبيه، وده طبعا جاي باوامر من مارسيل كولر ومقتنع بيه ومؤمن بامكانيات سوزا، لكن الفريق الكوري الجنوبي قال لهم يا عم مش هبيع لكم سوزا، ان الاهلي عامل فيه مقابل مادي قليل جدا، والفريق رفض، والفريق الكوري الجنوبي ما عملش صفقات في مركز المهاجم، وقال لك سوزا قاعد في كوريا الجنوبيه ومش هيروح للنادي الاهلي، واحنا معترضين. قام النادي الاهلي على المقابل المادي، والفريق برضه تنح الكوري الجنوبي ومش عايز يفرط في سوزا. طيب بعد يعني الفريق الكوري الجنوبي مش عايز يدي سوزا للنادي الاهلي، هنرجع برضه لحكايه موليكا لاعب بشكتاش التركي اللي قعدنا الميركاتو الشتوي كله ننتظر موليكا في النادي الاهلي، موليكا في النادي الاهلي، وجينا بصينا في الاخر لقينا صفقه موليكا فشلت. هل ده خطا وبطء من اداره النادي الاهلي ان هي ما تنجزش في صفقه المهاجم وتدور على مهاجم بديل؟ قال لك النهارده في اخبار ان موسى ماريجا بعد ما كان اللاعب بيلعب اساسي في الهلال فسخ عقده، واللاعب اصبح حر وعلى رادار النادي الاهلي، والنادي الاهلي اقرب فريق موسى ماريجا لاعب الهلال السابق. طيب دلوقتي هنسيب ملف سوزا بديل سوزا الاوروبي اللي بيلعب في الدوري الاسباني ونروح لموسى ماريجا، لكن هقول لك حاجتين. صعب ان موسى ماريجا يجي يلعب للنادي الاهلي عشان حاجتين خيارين. اولا عامل السن ان موسى ماريجا عنده 32 سنه، وده مش هيمشي مع مارسيل كولر، ان مارسيل كولر عايز واحد 28 او 26 او 27، فطبعا مارسيل كولر مش هيقبل بسن موسى ماريجا بانه عنده معدي سن ال 30، فده طبعا مش هيكون مهاجم سوبر ينفع للنادي الاهلي. وموسى ماريجا كان حاضر ماتش الهلال والاهلي اللي كان في كاس العالم للانديه، ووقتها فاز النادي الاهلي 4-0.
والحاجه الثانيه برضو ان موسى ماريجا كان بياخد مقابل مادي عالي من الهلال السعودي في السنه 5 مليون دولار، وده مش هيمشي برضو مع ميزانيه النادي الاهلي، والنادي الاهلي مش هيقدر يديه حتى في الموسم الواحد 3 مليون دولار. فانا بقول لك موسى ماريجا مش هيجي النادي الاهلي، والنادي الاهلي مش بيفكر ان هو يتعاقد معاه. النادي الاهلي عايز سوزا باي طريقه، لكن الفريق الكوري الجنوبي متنح شويه بصراحه. يعني هو خطا من النادي الاهلي ان هو مجس في الصفقه، ان تحس ان انت جايب امك كده بتفاصل معاك في الصفقات. الفريق عايز 2 مليون يقول لك 1.5 مليون دولار. يا عم اديله ال 2 مليون وانجز في الصفقه كده، وطمن جماهير النادي الاهلي ان المهاجم هيكون موجود في النادي الاهلي في كاس العالم، بعد ما ان القرعه اتعملت والاهلي اول مباراه مع في كاس العالم للانديه مع فريق نيوزيلندا سيتي. يعني الفريق ده لعبناها السنه اللي فاتت، وبعد كده لو فزت على اوكلاند سيتي هتقابل فريق ليون المكسيكي. فانت محتاج مهاجم سوبر عشان يكون شكلنا كويس جدا، لان نروح لحته بعيده في كاس العالم، بدل ما بنحقق برونزيه اللي زهقنا منها نحقق فضيه. هيكون معانا الهلال، وشفنا الصفقات اللي في الهلال من نيمار وميتروفيتش ولاعيبه تقيله قوي كيلوبالي، ولسه في صفقات جايه كمان في الهلال. فالنادي الاهلي لازم يكون صريح اولا مع نفسه ويبص للفرق اللي حواليه والناس اللي حواليه. انا النادي الاهلي بلعب كل سنه على بطوله او 2 أو 3 وبشارك في كاس العالم للانديه، ولازم اكون في دوري ابطال افريقيا في المربع الذهبي. فانا محتاج يكون عندي مهاجم من العيار التقيل، فانا لازم صفقاتي كلها تكون سوبر. هنا ما بتكلمش بس على مركز المهاجم اللي النادي الاهلي محتاج تدعيم فيه ومحتاج اهتمام، لا انا محتاج برضه تدعيم في خط الوسط، محتاج تدعيم في الدفاع، محتاج تدعيم في حراسه المرمى. واحد بديل لمحمد الشناوي يكون احسن من محمد الشناوي عشان الحارس يقدر يتالق طالما في بديل سوبر ليه. احنا هنيجي هنا نقول النادي الاهلي يبص للفرق السعوديه اللي هتشارك في كاس العالم للانديه، يبص لمانشستر سيتي، يبص للفريق المكسيكي، يبص ان النادي الاهلي يعمل حاجه في كاس العالم للانديه، يظهر بشكل كويس في دوري الابطال ويقدر ينافس في دوري ابطال افريقيا الموسم اللي جاي، يوصل للمربع الذهبي ويقدر يتوج بالبطوله الثانيه عشر للنادي الاهلي. فالنادي الاهلي فريق بطولات، فمحتاج شويه يهتم بالصفقات السوبر. كفايه الصفقات اللي جت وما نفعتش للنادي الاهلي اللي اتكلمنا فيها كتير ومش عايزين نرغي فيها كتير. فاحنا دلوقتي بنقول سوزا. طيب مين بديل سوزا؟ قال لك لاعب في الدوري الاسباني. طيب احنا لو ما خلصناش من سوزا دلوقتي بنسمع خبر بيقول لك سوزا اقرب للنادي الاهلي من اي وقت. طيب لحد امتى؟ لحد ما نفتح علينا نلقى كاس العالم داخل علينا والنادي الاهلي لسه ما تعاقدش مع مهاجم. لا اقول لك على حاجه، لا خلينا للميركاتو الشتوي ندور على مهاجم تاني، نفضل نلت ونعجن في الصفقه تقعد شهر 2 3 4 ونلعب بكهرباء عادي مفيش مشكله. طيب رحيل محمد شريف مين اللي فقال لك لا، فلقيوا حجه ثانيه. ايه هي الحجه الثانيه؟ قال لك احمد القندوسي متنح ومش راضي يمشي عن النادي الاهلي ومعارض فكره الاعاره. لا ان القندوسي وافق الحمد لله وقال لك انا هطلع اعاره مفيش مشكله، وفضى مكان لمهاجم اجنبي. فيا ريت النادي الاهلي يوم او 2 أو 3 يقول انا تعاقدت ويطلع ويصرح باسم اللاعب وينزل اسمه وصورته في السوشيال ميديا وعلى صفحه النادي الاهلي ويفرح جماهير النادي الاهلي، خلي الجماهير كده تطمئن. عشان النادي الاهلي بصراحه مش هينفع يلعب لا دوري ولا دوري ابطال افريقيا ولا كاس عالم من غير مهاجم. ما عندكش الا دلوقتي الله كهربا، فانت محتاج ان انت يكون عندك مهاجم من العيار التقيل، مش مهاجم بس يا سيدي، لا 2 اللي يلعب ويتالق ويبدع ويسجل موجود. ما انت لازم يكون عندك مهاجمين احسن من بعض، في اصابات، في غيابات، في ضغط مباريات. فاحنا محتاجين النادي الاهلي يهتم بجانب الصفقات شويه، محتاجين نشوف صفقات من العيار التقيل. ليه؟ المنافسه هتكون شديده. صن داونز، الوداد، الرجاء في دوري ابطال افريقيا، في السوبر ليج الافريقي، عندك كاس السوبر، عندك كاس العالم. فانت ضغط مباريات جاي لك ورا بعض بطولات النادي الاهلي كتير. فانا مش عارف النادي الاهلي ايه السبب اللي مخليه لحد دلوقتي متاخر في صفقه المهاجم. يعني انا كفايه الخازوق اللي اخدناه في صفقه موليكا بامانه. يعني احنا صبرنا كتير بما ان موليكا لاعب ممتاز جدا، بشكتاش كان في عرض فيه 4 مليون دولار ان راح النادي الاهلي مدي امام عاشور 3 مليون دولار مفيش
مش مشكله، وانا متوفر عندي المركز اللي هيلعب فيه امام عاشور، مش محتاج امام عاشور على ايه قد امام عاشور 3 مليون دولار، ومستخسر في واحد زي موليكا 4 مليون دولار واجيبه في مركز المهاجم. الاداره دي بتفكر ازاي؟ الله اعلم يا جماعه. انا اهلاوي كل حاجه، بس ما بطلعش اطبل ولا اتكلم، انا بتكلم بلسان كل اهلاوي. مش زي القنوات التانيه بتقول لك اداره النادي الاهلي 8 صفقات سوبر، وفي الاخر ما بتجيش نلقى صفقه. كل يوم بتسمع الاهلي جايب مهاجم من العيار التقيل، معاه ما في الاخر فين طيب المهاجم يا جماعه؟ فين؟ انا عايز اعرف ده المهاجم اللي بتقول عليه والاخبار دي اللي بنسمعها، فين المهاجم الجديد؟ ما فيش مهاجم. فاحنا محتاج من اداره النادي الاهلي تركز شويه في صفقه سوزا. سوزا جاي او مش جاي، فكل الحكايه عايزين الاهلي بس وادارته تنجز شويه. سوزا جاي او مش جاي في الاخر، طيب هنروح للبديل او موسى ماريجا، ده اللي هنسمعه الايام اللي جايه. ونتمنى من اداره النادي الاهلي كده تنهي صفقه المهاجم بسرعه، تطمئن حتى جماهير النادي الاهلي. وجماهير النادي الاهلي تعرف ان احنا بقى عندنا مهاجم هندخل بيه كاس العالم للانديه مع اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي. وطبعا مارسيل كولر مقتنع جدا بامكانيات سوزا وعايز سوزا، فنتمنى ان شاء الله باي رقم مادي النادي الاهلي يحسم صفقه جوستوفو سوزو لاعب الفريق الكوري الجنوبي. ان شاء الله هنشوف بقى تشكيله النادي الاهلي. لو جه المهاجم هيكون عندك الشناوي، محمد عبد المنعم، محمود متولي، علي معلول، اكرم توفيق بعد العوده من الاصابه. خط النص اللي هيكون عندك مروان عطيه وديانج وامام عاشور، وكمان قدامهم هيكون بيرسيتاو او رضا سليم وحسين الشحات. والمهاجم بقى هيكون من موسى ماريجا او مهاجم تاني او جوستيفا سوزو. فده اللي هنشوفه بقى الايام اللي جايه. فيا ريت ننجز شويه ونفرح جماهير النادي الاهلي بالصفقه الجديده وبصفقه المهاجم، ويا ريت يكون عليها صفقه مهاجم كمان كده. عايزين نفرح ونشوف النادي الاهلي بشكل مختلف عن اي نسخه في كاس العالم للانديه، ويكون عندنا مهاجم هداف يقدر يسجل بانصاف الفرص. نروح للزمالك، وبعد خبر استقالة إدارة الزمالك كلها، يعني الرئيس مرتضى منصور، ابنه، كل الإداريين في نادي الزمالك أعلنوا الاستقالة الجماعية. وطبعا الزمالك كده أفضل، أضمن، أحسن، من غير تطبيل. الناس اللي كانت بتطبل لإدارة الزمالك ورئيس نادي الزمالك شكلهم إيه دلوقتي؟ هل هيطبلوا للإدارة اللي هتيجي؟ شكل الزمالك بعد الإدارة اللي هتيجي هيكون أحسن، هيكون افضل. اللعيبه هتلعب بروح وبحماس. الزمالك هيتغير جذريا. يعني انا شايف ان الزمالك هيعمل صفقات احسن، هيكون افضل، هيشارك في البطولات بشكل ممتاز، هيحصد بطولات كتير، هينافس النادي الاهلي. هتكون في اداره محترمه، اداره تقدر تقدر اللاعب، تقدر تدي حق اللاعب. الزمالك عليه مديونيه 200 مليون جنيه. انا شايف زيزو ورحيل زيزو وللشباب السعودي ب 8 مليون دولار او ب 10 مليون دولار، دول هيفكوا ديون الزمالك وازمه الزمالك. الزمالك بعد صفقه زيزو وبيع زيزو للشباب، انا اعتقد الزمالك مش هيكون عليه ديون لو في اداره محترمه واداره توصل وتقدر تقدر اللعيبه وتكون اداره ناجحه. انا شايف الزمالك هيكون ند للنادي الاهلي وهيقدر ينافس على البطولات الافريقيه، وهنشوف كاس العالم للانديه، وهنشوف الزمالك فريق محترم باداره محترمه بلعيبه محترمه، اداره تقدر تقدر اللاعب وتدي اللاعب حقه. نتمنى التوفيق لكل الفرق المصريه، نتمنى التوفيق لكل الفرق العربية المصرية، ونتمنى التوفيق للنادي الأهلي ونشوفه بمهاجم في كأس العالم للأندية. وآخر خبر اللي هو خبر شادي حسين مع الفريق الصاعد الجديد، فريق زد. يعني أنا شايف شادي حسين جه النادي الأهلي ما تألقش مع النادي الأهلي، ما أخدش فرصة مع النادي الأهلي ورحل عن النادي الأهلي. انا شايف ان الصفقه دي ما كانش من الاساس ليها لازمه، بس اداره النادي الاهلي بتعمل صفقات ملهاش اي 60 لازمه، بتكلف خزانه النادي الفلوس وفي الاخر بيتباع بخساره، في عموله، في سمسره، في حوارات كتير احنا ما نعرفهاش. في الاخر بيرحل اللاعب، بيجي النادي الاهلي ما بيتالقش، ويا ريت ما حتى بيشارك، لا ما بيشاركش، وفي الاخر بيرحل. برونو سافيو مع فريقه البوليفاري، الراجل ده لاعب يا جماعه في الدوري 9 مباريات او 11 مباراه ومسجل 9 اهداف وعامل 7 اسيست،
برونو سافيو اللي كان عندنا يعني بيطلق بخور ولا عاملين له عمل ولا ايه، ولا بيطفوا في قفاز سجاير. برونو سافيو متألق في الدوري البوليفاري في النادي الاهلي. بصراحه اللاعب كان كويس يعني، او شبه كويس او متوسط، لكن اللاعب ما اخدش فرصه، اللاعب ما اخدش حماس، اللاعب ما تأقلمش مع اللعيبه بامانه. فاحنا نتمنى التوفيق ان النادي الاهلي يقدر يجيب لنا مهاجم، وكفايه الصفقات اللي احنا ملينا منها بصراحه، فمش عايزين نحبط تاني. وجماهير النادي الاهلي نتمنى ان شاء الله كده يفرحها بوجود مهاجم سوبر من عيار التقيل. وكده وصلنا لنهايه حلقه النهارده. معكم حسن نور، دي قناه على اليوتيوب، فضلا وليس امرا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واستنونا في فيديو تاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.